النهارده ان شاء الله هعمل معاكم كيك شوكولاته، والكيك ده هعمله بدون بيض. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه معايا في المقادير خدت كوبايه من السكر وعليها كوبايه من الحليب. هدوب السكر كده مع الحليب لحد ما السكر يدوب خالص ويختفي، ما يبقالوش اي اثر خالص. بعد كده نزلت عليه بنص كوبايه من الزيت وهدوبه كده كويس. يعني خدنا كوبايه من السكر وخدنا كوبايه من الحليب ونص كوبايه من الزيت. هناخد عليهم كوبايتين من الدقيق، وده المج بتاع الشاي موجود طبعا في كل بيت. خدت كده كوبايتين من الدقيق وهاخد عليهم 3 معالق كاكاو من الكاكاو الخام. اختاري نوع كاكاو يكون كويس عشان يكون لون الكيك معاكي غامق كده. حط عليهم رشه من الملح، وهاخد كيس من البيكنج باودر. هنخل الدقيق، لازم تنخلي الدقيق كده عشان لما بتنخلي الدقيق بيدي هشاشه للكيك. خلاص كده تمام. يعني خدنا كوبايه من السكر وكوبايه من الحليب، كوبايتين من الدقيق، 3 معالق من الكاكاو ورشه من الملح وكيس من البيكنج باودر. نخلت كده الدقيق وهنزل بيه على الخليط وهقلبه كده كويس. خلاص كده تمام. هنفضل نقلب كده لحد ما الدقيق يختفي. الكيكه طبعا سهله جدا وجميله وفي نفس الوقت هشه، وانتوا هتشوفوا النتيجه معايا. خدت كده معلقه من الخل، وخدت نص كوبايه ميه دافيه. يعني الميه دي دافيه، خدت نص كوبايه. وطبعا الخل احنا بنقول ان الخل بيحوز زفاره البيض، بس احنا ما حطيناش بيض، بس في نفس الوقت هيديكي هشاشه للكيك وهيفتح معاكي المسام كده. خلاص كده تمام. قلبنا كده الخليط كويس. خدت كده نص معلقه صغيره من الفانيليا السايله، والافضل انك تحطي الفانيليا الحبيبات، بتدي ريحه ونكهه احلى من كده. معايا صينيه كده، الصينيه ما دهنتهاش اي حاجه خالص، ولا دقيق ولا سمنه ولا زيت ولا حطيت فيها اي حاجه خالص. ونزلت بالخليط وهدخلها الفرن على درجه حراره 180. قعدت معايا في الفرن بالظبط نص ساعه. لازم يكون الفرن ساخن قبلها. شايفين الكيك بعد ما خرج من الفرن كان ما شاء الله هاشش وكان جميل جدا. خرمته كده بعود من بتاع الشيش طاووق، او خرميه بشوكه كده. معايا نص كوبايه من الحليب، هاخد فيها معلقه صغيره كده من النوتيلا وادوبها في الحليب وهسقي بيها الكيك. الكيك طري جدا، مش محتاج ان انت تسقيه، بس احنا حطينا كده الحليب مع الصوص الشوكولاته او نوتيلا. لو عندك صوص شوكولاته حطيه، هيطعم معاك الكيك كده وهيخلي طعمه غني. خلاص كده هنسقي بيه الكيك بالشكل ده كده. الكيكه دي يا جماعه كانت رهيبه جدا وكانت طعمها جميل. حاسه كده ان هي قريبه من الفيج. طعم الكيك ذات نفسه كان تحفه. يعني البيض مش فارق فيه خالص خالص خالص. ان شاء الله تجربوها وهتكون النتيجه معاكم جميله جدا. خلاص كده انا سقيت الكيك. خدت معلقتين من النوتيلا، اي نوتيلا عندك قابله للدهن، وخدت عليهم معلقه من الزيت. هقلبهم كده في الكيس كويس لحد ما النوتيلا تفك معانا. خلاص انا كده قلبت الكيك. شايفين المسام بتاع الكيك فاتح ازاي؟ الكيكه كلها مفتحه وما شاء الله جميله جدا. ما كانتش لازقه في الصينيه ولا حاجه. هسقي كده بقيه الحليب والنوتيلا. خلاص كده تمام. جبت النوتيلا بقى بعد ما فكت في الكيس كده، وقعدت افك فيها شويه مع معلقه الزيت. هبدا اخد كده خطوط على الكيك بالشكل ده كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله زي ما قلت لكم الكيكه هشه وجميله وطريه جدا وجوسي كده من قلبها. ما شاء الله كانت تحفه. هعمل كده النوتيلا خطوط زي ما انتم شايفين. لو عجبتك بقى الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. خلاص كده تمام. طبعا لو ما عندكيش النوتيلا دي ممكن تجيبي جناش من جناش الشوكولاته، او لو عندك شوكولاته مطبخ هتفكيها كده بشويه زيت وشويه من الحليب، وهتسيبها تتقل شويه، وبعد كده هتنزلي بها على الكيك لو مش متوفر عندك نوتيلا. خلاص كده زي ما انتم شايفين انا دهنت الوش كله. بعد كده هنزل عليها بقنصاص كده من البندق. شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي؟ خلاص كده تمام.
هقطعها كده معاكم، شايفين ما شاء الله وانا بقطعها بالسكينه الكيكه طريه، فيها طراوه كده وطريه وناعمه وجميله، يعني ما شاء الله تحفه. بقول لكم مش فارق ان كان فيها بيض او ما فيهاش. وزي ما انتم شفتوا المقادير ما حطيناش اي بيض خالص في الكيك. شايفين الهشاشان بتاع الكيك طريه، زي ما بقول لكم طعمها جميل جدا قريب من الكيكه الفيدج. خلاص كده دي كانت وصفة النهاردة، يا رب أكون أفدتكم. إن شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين إيديكم، ونشوفكم في وصفة جديدة على